السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم على دخلة البرد اللي جاي علينا. طبعا هو في خريف في الأول، لكن الخريف ده بيبقى فيه نسبة من البرد، الإنتاج فيه بيبقى كويس. لكن لما البرد بقى يزداد في نهايات الخريف وما قبل الشتاء، حضرتك لازم تعمل إيه علشان تحافظ على الإنتاج وتخلي الطيور بتاعتك تفضل تنتج إنتاج كبير من البيض؟ لازم نركز في كذا حاجة تتعلق بالمكان، تتعلق بطريقة التربية، تتعلق بالأكل، تتعلق بالفرشة تحديدا، لأنها مهمة جدا خصوصا في أوقات البرد. قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. مادام البرد داخل علينا، ده معناه ان تدريجيا ساعات النهار هتبقى اقصر. يعني دلوقتي ساعات الاضاءة كويسة، داخلة على 16 ساعة، لكن بعد كده لما حضرتك بيدخل عليك فصل الخريف وبعد كده يدخل عليك فصل الشتاء، بتفاجأ ان الشمس بتغيب بسرعة. ولما الشمس تغيب بسرعة ده معناه حاجة واحدة بس، ان الطيور هتبات بسرعة، هتنام بسرعة. ومادام هتنام بسرعة يبقى الانتاج هيتعطل بسرعة وهيوقف بسرعة، لان الطيور بمنتهى البساطة بتنتج وهي صاحية زي اي كائن حي. مش هتعرف تنتج لك من البيض، مش هتعرف تاكل، مش هتعرف تتحرك وتباشر مهامها اليومية غير وهي صاحية. حلو. وغير وهي شايفة النور قدامها. تمام. النور هو اللي هيخليها صاحية. الطيور بتتعامل مع الحياة والموجودات اللي حواليها، تمام، بحاجتين: بالسمع وبالرؤية والتعود على السمع والرؤية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الطيور بتاعتك في وهي كتاكيت صغيرة، لو انت بتربي من زمان وعندك خبرة، لما تيجي تعود الكتكوت على مكان الشرب والأكل بتعمل ايه؟ بتجيب أي حاجة معدن كده وتخبط على مكان الشرب والأكل. صحيح؟ تروح كده تخبط على مكان الشرب والأكل علشان الطيور تتعود عليه عن طريق السمع. يسمعوا الرنة يروحوا على طول يشوفوا فيه ايه، يلاقوا أكل وشرب يتعودوا عليه. كذلك لما بيكبروا انت بتعودهم على مكان للترقيد محدد ما بيتغيرش. ليه مش بنغيره؟ مش بنغيره ببساطة عشان الطيور بتاعتنا بتتعود على مكان وبترتاح على مكان. فمن المهم ان انت تعودهم دايما 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 تبقى محدد لهم كل حاجة بمواعيد وبنظام، عشان ده السيستم بتاع الطائر وهو بيتعود على كده. فلما يدخل علينا البرد وتزداد وتقل ساعات الإضاءة، لازم انت بقى ايه؟ تديهم ساعات إضاءة. تمام. عشان تفضل معودهم على الصحيان، لان هم لو اتعودوا على النوم ده هيؤدي بشكل مباشر الى ضعف الانتاج، لان هم مش متعودين يصحوا وينتجوا وياكلوا ويتحركوا وكل الكلام ده. لازم لما يدخل علينا البرد برضو يكون عندهم مكان مقفول يباتوا فيه بالليل لما البرد يزيد عندهم. المكان المقفول ده مش معناه ان هو مقفل من كل حتة، لازم يبقى فيه هوا داخل وهوا خارج. لكن الهوا اللي داخل ده ما ينفعش يخبط في الطيور بشكل مباشر، لازم تبقى فتحات علوية. لان لو فتحنا باب كده مثلا او فتحة واطية شوية تدخل هوا يخبط في الطيور بشكل مباشر، هياخدوا برد، هيعيوا. احنا عايزين فتحة تدخل هوا بشكل مش مباشر، يعني فتحة علوية، وزيها واحدة تانية بتخرج الهوا برضو بشكل غير مباشر، فالطيور يبقى المكان بتاعها متهوي، لكن في نفس الوقت ايه، الهوا مش بيخبط فيها مباشرة ويأذيها ويتعبها ويجيب لها أي عدوى. تمام. من المهم برضو ان المكان اللي مقفول عليهم ده يكون فيه اقفاص او خشب، يعني عصي خشب كده بعيدة عن الارض ومرتفع عن الارض. ليه؟ علشان يقفوا عليها. هتقولي ليه يقفوا عليها؟ اقول لك لان هما ما ينفعش يقفوا على الارض وعلى الفرشة مباشرة وهم مبيتين، لان الفرشة تحتهم اكيد هتتبل بسبب الاكل، بسبب الشرب، بسبب الفضلات.
فرشتهم هتتبل. فلما تتبل بقى ويقفوا عليها هيحصل ايه؟ بكل بساطة هيحصل لهم مشاكل زي الكساح، زي البيض الطري، نقص كالسيوم في جسمهم وضعف في العظم. تمام. في النهار بقى لازم تبقى الفرشة سميكة، يعني عالية على الأرض شويتين. ليه بقى؟ لأن احنا عارفين كويس قوي إن المسلح بتاع السطح غالبا أغلب البيوت اللي بتربي طيور على السطح بتبقى بتربي على مسلح. المسلح ده بيمتص الرطوبة بشكل كبير جدا، وبيمتص الحرارة كمان في الحر، فده هيضر الطيور بشكل أو بآخر. فمهم إنك إيه؟ مهم إنك تخلي الفرشة سميكة. طيب الفرشة عبارة عن إيه؟ أفضل حاجة، أفضل نوع فرشة وأفضل حاجة تستخدمها مع الطيور بتاعتك هي فرشة الرملة. الرملة ليها فوائد كتيرة جدا، تمتص الرطوبة في الشتاء وما تحررش في الصيف، ولو بلتها في الصيف الطيور هتستحمى فيها عادي جدا الرملة. تمام. المسلح عموما بيعمل صعوبة وليه انعظام وتعب في جسم الطيور وفي رجلهم، فانت لازم عموما تحافظ عليهم من كل ده. كذلك طبعا لازم مع الوقت تسرحهم في مواعيد معينة، ولما يدخل البرد او الجو اللطيف ده الشمس بالنسبة لهم هتبقى حاجة مفيدة مش حاجة مضرة. دلوقتي الشمس ممكن تجيب لهم إجهاد حراري، إنما بعد كده الشمس هتبقى حاجة مفيدة. لما يكون الجو لطيف أو الجو برد لازم تسرحهم في الشمس وتفرجهم على الجو بقى، وتخليهم يتحركوا ويتنططوا ويجروا ويطيروا لو يقدروا، عشان خاطر ايه؟ يكبروا بسرعة والإنتاج يبقى كويس وعندهم صحة وعندهم مناعة. الكلام ده هتعمله امتى؟ الكلام ده هتعمله بالتدريج طبقا لدرجات الحرارة وطبقا للأرصاد الجوية والجو اللي احنا عايشين فيه. كل ما تحس ان الجو بقى ألطف كل ما هتتعامل مع الطيور بشكل مختلف أكتر. ولما البرد الشديد يدخل على الطيور لازم تكون بتتعامل معاهم بالطرق اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة، لأن البرد هو معروف انه بيقلل الإنتاج، معروف ان هو بيضاعف بيخلي الانتاج بتاع الطيور ضعيف جدا. لكن انت لو اهتميت بكل التفاصيل اللي انا قلت لك عليها خلال الفيديو، انتاج البيض عندك في الصيف هيبقى زي الشتاء زي الربيع زي الخريف. طول ما انت مهتم بالطيور بتاعتك مش هتحس بفرق بين فصل والتاني. بس اعرف هما محتاجين ايه في كل وقت، وكل وقت وله أذان، وكل وقت وله تفاصيله المعينة اللي لازم تهتم بيها. مرة دفا، مرة إجهاد حراري، مرة مش عارف ايه. كل مرة لازم تفكر صح عشان تزود الإنتاج. وده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتي الجديدة أول بأول. ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.